السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كاملين. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تدعموني بلايكاتكم وتعليقاتكم اللي دائما كتفرحني وكتشجعني وكتدعمني دائما. واول حاجه نبداو بها النهار ديالنا وهي فطور. اليوم ان شاء الله قهوه مسمنات كانوا عندي في المجمد، صراحه كينفعوا هكذا، كديروا كميه يعني كثيره وكديروها يعني في المجمد. وصافي هنا عندي واحد الكرواسه اللي كنت ديجا شاركتها معكم، كناخذها من عند رواسه زوينه. وصافي فطور خفيف ظريف. ودابا غادي نمشي نديكم معايا ان شاء الله، غادي نمشي نتغدى من ادي. كنت حطيت لكم في فيديو قبل هذا الفيديو الاخير على القناه، كنت حطيت لكم جوله في الدي ودرت بكم جوله وريتكم المنتوجات اللي كناخذ والمنتوجات يعني اللي جربتها وعجبتني والمنتوجات اللي لا. ونتمنى اللي مازال ما شاف داك الفيديو يمشي يشوفه اذا كان كيهمكم الامر. وصافي غادي نتشارك معكم كذلك التقضيه اللي تقديت هذا النهار، وكذلك غادي كنت خديت شي حوايج جداد يعني ما عمري خديتهم، غادي نعطيكم رايي بصراحه فيهم واش عجبوني ولا لا. كذلك فيما يخص الاواني والديكورات ديال البيت، فهما هذا الاسبوع هذا جابوا حوايج زوينين تشاركتهم معكم كلهم. كل شيء هذا الشيء تشاركته معكم في الفيديو الخاص اللي قلت لكم درت لكم جوله. بالنسبه لهذا السردين هذا فهو غزال ديال المغرب، نتمنى تجربوه، راه مكتوبه فيه يعني منتوج ديال المغرب. وندوزو دابا باش نوريكم التقضيه اللي خديت لهذا النهار، ونوريكم الحوايج اللي عجبوني والحوايج اللي لا. ونبداو اول حاجه وهي هاد البيتزا هادي. اول مره صراحه غادي ناخذ شي بيتزا هكذا اللي كتكون واجده وكتدخل غير الفرن يعني باش تحمر وصافي. ولكن صراحه ما بيتزا ما والو، ما غير لحتها الله يسمح ليا، غير لحتها لا علاقه ما بيتزا ما فيها كاع حس البيتزا. مهم لا علاقه البنات، غير لحتها حاشاكم زيرو زيرو زيرو. ما نصحكمش نهائيا تاخذوا هذا النوع بالضبط، هو اللي جربت وراني قلت لكم الراي ديالي بصدق. وصافي هنايا ثاني حاجه هاد الحوت هذا حتى هو اول مره غادي ناخذه. مكتوب عليه يعني حوت فيش ستيكس كتشوفوا. مهم حتى هو ما عجبنيش، مهم هو يقدر يتنكل يعني ما لحناش، ولكن ما نصحكمش يعني تاخذوه وما غاديش نعاود ناخذه اكيد لحقاش ما عجبنيش صراحه. ما كان محسن من الحوت طيبيه بيدك، ما فيش كاع ريحه الحوت. مهم هادو جوج الحوايج جربتهم اول مره وما عجبونيش، ما غاديش نعاود نشريهم، ما نصحكمش بهم. هذا كنت خديت هنا عاوتاني هاد لي كروفيت هادو زوينين، هادو ديما كناخذهم يعني كروفيت مجمد. كنشري هذا اللي كيجي خضر، راه مكتوب عليه راو بيلد يعني خضر ومقشر، كيجي زوين. احسن انصحكم تاخذوه احسن من هذاك اللي طايب، لحقاش هذا كيطلق البنه ديالو، خصوصا انا كنديرو في الروز. دونك كيطيب مع الروز، ما نحتاجش ناخذ يعني هذاك اللي طايب نص طيبه، وكيطلق مذاق زوين كيجي زوين في الروز. وكذلك خديت هذا النوع ديال التيلابيا حتى هو رخيص، كيجي جوج ديال الباوند غير خمسة دولار وشي حاجه. وهذا هو الشكل ديالو حتى هو زوين. كنديرو هكذا في الفرن، كنديرو الفرن ما كنقليش، كندير فيه بحال غير الملحه والبزار، وندير فيه شويه ديال البودره ديال الثوم، وكندير عليه شويه ديال زيت الزيتون، كندخلو الفرن كيجي رائع. صافي هنايا تبقاو تاخذوا حتى هاد اللعيبات هادو كيكونوا فيهم المنتوجات والاثمنه ديالهم. هنايا عاوتاني خديت هاد السيفود هذا حتى هو خديته اول مره، مكتوبه فيه السيفود ميكس. خديته على ود زعما باش نديرو حتى هو في الروز، ولكن صراحه الله ما عجبنيش البنات، وداير شي 5 دولار حتى هو داير 5 دولار. يعني ما صراحه ما يستاهلش الثمن ديالو. جربته نيت معكم في هذا الفيديو وما جيش الصراحه، ما عجبنيش، ما فيش لبنه لا والو. صافي هنايا عندي هاد الجلبانه زوينه، كناخذها يعني غير ب 99 سنت الباك، زوينه ديما كناخذها من ادي.
خديت كذلك هاد الفرماج هذا ديال الموتزاريلا ستيك. هكذا كيعجب ولدي لي سناك ديال ولدي، وحتى في كتشوفوا ان شاء الله غادي نديرو حتى في السلطه، كيجي رائع في السلطات، حتى هو زوين يعني ننصحكم تاخذوه. المهم ولدي راه عجبو كياكلو. كي شفتو مكتوب فيه موتزاريلا تشيز. خديت كذلك هذا تشيز ديال البيتزا. خديت هذا المكسيكان ستايل، هذا اول مره غادي ناخذه. المهم كل مره كناخذ يعني نوع، حيت عندهم بزاف الانواع، عندهم ايطاليان ستايل، عندهم المهم عندهم بزاف. خديت هذا دابا فيه ميكس، حتى هو فيه الشيدر وفيه الموتزاريلا وفيه حتى شي انواع اخرين. خديت هاد البريوش هذا صراحه رائع زوين بزاف، كيعجبني. فيه هاد العادي هذا اللي كيجي هكا بلاين، وفيه الاخر اللي كيجيو فيه حبيبات ديال الشوكولات. جربتهم بجوج زوينين، غير هو الثمن ديالو شويه مرتفع، تقريبا 4 دولار، يعني 3 دولار وشي كدا وشي كدا و60 ولا كدا و70. المهم قريبه 4 دولار. كيبقى الثمن ديالو يعني راه طالع. وخديت كناخذ كذلك هاد الدانون هذا، دانون مسوس ولا دانون طبيعي. هذا زوين، كنفضل انا هذا على هادوك اللي كيكونوا منكهين، تيكونوا حلوين بزاف. هذا كذلك هاد الدانيمالز هذا ديال ولدي كيحماق عليه. هاد اليوغورت هذا داير بحال الشكل ديال داناب، بحال الشكل ديال داناب، وكيجي المذاق ديالو بحال الرايبي. خديت كذلك هاد السردين هذا البنات ديال منتوج ديال المغرب، مكتوبه فيه يعني منتوج ديال المغرب. صراحه رائع، نتمنى تجربوه. صراحه زوين بزاف ورخيص، ما كاملش دولار، يمكن كيدير شي 79 وقيله، شي كدا 70 ولا كدا 80 سنس. وفيه بالزيت وفيه بالهوت صوص. وكناخذ هاد المطيشه هذه ديال الحك، هي هذه اللي كناخذ. كيعجبني هاد الحك صغير، بحيث كنحل الحك يعني حتى كيكمل ليا، وكنعاود ما كيعجبنيش داك الحك الكبير اللي غادي تحليه ويبقى يضيع. فكنجيبو يعني من الدي عندهم هاد الحك صغير، وحتى هو يعني رخيص في الثمن، يمكن شي كدا 30 سنت. وخديت هذيك القرعه شفتو معايا ديال هكذا لا درت كسكسو، جبتها معايا من عندهم. خديت هذا البرقوق هذا، حتى هو صدق حلو بزاف صراحه، صدق رائع. وخديت كذلك هنايا الموز او البنان ديالهم. خديت جلبانه خضراء. كتعرفوا الدي ما كيشتو معايا راه ما عندهمش يعني بالخضر بزاف، ما عندهمش اختيارات بزاف، يعني ما عندهمش مطيشه ما كناخذهاش من عندهم، ما عندهمش الطنجال، ما عندهمش يعني بزاف ديال الحوايج، عندهم غير الاساسيات. خديت هاد الشوفلوغ هذا وصافي. هذه هي التقضيه ديال هذا النهار. تشاركت معكم الحوايج اللي يعني جربتهم ما عجبونيش، والحوايج اللي كناخذهم دائما ومعتمداهم. صافي هنايا كنوريكم هذاك الحوت ميكس اللي قلت لكم خديته ميكس. هو هذا فيه شويه بزروق وفيه الكالامار مخلط مع الكروفيت. صافي هنايا كي شفتوا لقيتوني غندير بهم هكذا واحد الرز كنت تشاركته معكم في واحد الفيديو قبل من هذا. مهم ما تشاركش معكم الطريقه حيت ديجا درته معكم. هنايا استعملت هذا الرز هذا ديال البسمتي. ان شاء الله الا بغيتو نوريكم لهم هذاك النوع اللي كناخذ، واخا انا كل مره كناخذ يعني لقيت كناخذ ماشي ضروري يعني شي نوع معين، مهم يكون بسمتي. وصافي درت هنايا الجلبانه وداك الحوت ميكس مع البصله. غادي نضيف العطريه وغادي نمرق بالماء يكون سخون، وغنضيف الرز ديالي. هنا كذلك بغيت نوريكم هذا الحوت هذا. اللي قلت لكم ديال ستيك. كيجي بحال هكذا الشكل ديالو، كيجي فيه كما تشوفوا معايا، كيجي بحال هكا بحال الشكل ديال الاصابع. كيجي بحال هو حوت ومديور في لاشابلور في داك الخبز المطحون. ولكن صراحه المذاق لا علاقه، ملي كتاكليه بحال كتاكلي غير داك الخبز نيت، ما فيش نهائيا يعني المذاق ديال الحوت. ما عجبنيش صراحه، كلينه ولكن ماشي شي حاجه طاب، ما غاديش نعاود ناخذه صراحه. المهم كيجي بحال هكا فيه شي 43 ستيك. وهذا فيه 43 ستيك تيجي فيه، حيت هما غير بحال الاصابع يعني غير رقاق، ماشي غلاط.
وصافي هو واجد. كديريه غير في اللاطه، درتو في اللاطه ودخلته للفران حتى تحمر، حتى يعني طاب شويه، يعني ما كياخذش غير شي 12 دقيقه في الفرن. وصافي الرز ديالي هو هذا راه وجد. غادي ندير هذاك الستيك الحوت غادي نديرهم في الفران ونعاودو نتلاقاو باش نوجدو السلطه. هذا الحوت من بعد ما خرجته من الفرن كتشوفوا يعني كيجي على هذا الشكل هذا. وغادي ندوز دابا باش نرافق هاد العشيوه هذه بواحد السلطه تكون صحيه. هنايا عندي شويه ديال لي زيبيناغ ولا السبانخ، غادي نضيف لهم واحد الحبه ديال لافوكا، غادي نقشرها ونقطعها. المهم سلطه يعني هكذا المرافقه للطبق ديالكم وصحيه في نفس الوقت وما كتاخذش وقت يعني ولا مجهود. كيشتو انا ما باش نقتصد على الماعن ما نوسخش، راه ما درت لا قراده لا والو، قردت غير بيديا نعكز وما يدير. كيشتو يلاه غاسله الماعن الشبكه باقا عامره وصافي قطعتها على هاد الشكل هذا غير بيديا، ما احتاجيتش كاع القراده. غنضيف عليها شويه ديال الزبيب. جربوا هاد السلطه البنات بهاد الطريقه راه كتجي رائعه مع الزبيب. وغتشوفوا مازال شنو غادي نضيف لها. ممكن تضيفوا حتى القرقاع، كيجي زوين في هاد السلطه هذه. غنضيف هنايا هاد الموتزاريلا هذا حتى هو كيجي زوين زعما في السلطه. غادي نقطعوه حتى هو طريفات صغار. وغادي نضيف واحد الحبه ديال الطماطم وصافي. وها الشلاضه ديالي واجده صحيه وغنيه، يعني فيها بزاف ديال المكونات. كنحاول صراحه دائما ندخل السلطه في الاكل، ولكن صراحه كنعجز الاغلبيه كنعجز عليها. وصافي انا ما كندير معاها يعني حتى لا فينيغريت لا حتى شي حاجه، كنديرها غير بحال هكا كتجي رائعه. ممكن ديروا لا فينيغريت معاها، يعني ديروا شويه ديال الخل وشويه ديال الزيت والملح وتخلطوهم هكذا باش تحصلوا يعني على صلصه ديال الفينيغريت، وتضيفوا لها في الوقت اللي تكونوا يعني باغيين تستهلكوها. صافي هنايا كنحط العشاء ديالي. كتشوفوا الرز ديالي كيجي على هذا الشكل هذا. هذا كان عشانا ديال هذا النهار. اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال امين. الطبيصيل ديال وليدي حتى هو كنحط ليه، درت له داك الحوت حتى هو راه كلا منه واحد شويه. ودرت له معاه واحد ستيك ديال التشيز. وصافي هذا هو العشاء، حيت هو ما غاديش ياكل السلطه. واحسن لحظه البنات في النهار كامل هي هاد اللحظه هذه اللي كنكون غاسله معيناتي، يعني لافابو خاوي ويكون العشاء واجد. صافي كنقول الله على راحه، حيت صراحه هادو هما جوج الاساسيات اللي ضروري ديريهم. واخا ما عرفتي شنو ديري، واخا تخملي، واخا ما عرفتي شنو ديري، ضروري من غسيل المعن وضروري من العشاء يكون واجد. ملي كتحيدي عليك هاد الجوج كتكوني مرتاحه وتقدري تنوضي ديري حوايج اخرين. المهم هنايا كنوريكم هذا نهار اخر البنات. داك النهار صافي عييت مع التقضيه وديك الجوله اللي درت لكم في السطور. جيت مهلوكه يعني درت داك العشيوه غير بزز. لغد ليه في الصباح غسلت الثلاجه. كتشوفوا معايا راه كانت حالتها شحال هذه، يعني بزاف ديال الوقت ما غسلتهاش الصراحه وتوسخات بزاف. المهم هنايا راني نظفتها. هنايا كتشوفوها هي هنايا راها نقيه كتشعل. وصافي كي شفتوا معايا غسلت هذوك الحوايج اللي كنظم بهم، غسلتهم هما الاولين، عاد غسلت الثلاجه باش يستقطروا هكذا في خاطرهم وينشفوا. وصافي دابا غادي ندوز نرتب كل حاجه في المكان ديالها ونشارك معكم الطريقه كيفاش كنرتب هذاك الشيء بطريقه يعني بسيطه، وما غاديش تحتاجوا يعني شي حاجه كثيره باش تنظموا. تقدروا تاخذوا غير هذوك الشبيكات ولا الطاسات ديال 5 دراهم ولا 160 وتنظموا بهم الثلاجه ديالكم. انا كذلك ما استعملتش يعني شي حاجه كثيره. غتشوفوا معايا شنو اللي استعملت. هنايا هذا الحليب اورغانيك هو اللي كنت قلت لكم في الفيديو السابق اني كناخذه من الدي، ونسيت ما وريتوش لكم في التقضيه حيت كان في الثلاجه ونسيته.
هو هذا. والبيض درتو في هاد المنظمه هذه زوينه، كنت خديتها من دولار تري. وهنايا داك المهم هذاك الرف الاول ديما كنحط فيه الحليب والبيض واليوغورت، حيت الفوق تيكون بارد بزاف، فدونك ديما تحطوا الحليب والبيض الفوق. وهنايا دايره هاد الطويصه هذه كما قلت لكم، ما استعملتش شي حوايج كثار. هاد الطويصات هادو طاسه عاديه، هذوك اللي كيجيو بالقفاله، انا حيدت ليهم الغطا ديالهم واستعملتهم بحال هكذا. كي كتشوفوا هنايا هاد الطاسه هذه درت فيها هنايا الزبده والتشيز، هذيك الزبده ديال الماكله، والاخرى اللي درت منها غير مارغرين هذيك ديال الملوي. وصافي لي تشيز ديال الزبده، تشيز ديال البيتزا. صافي هنايا عندي التمر كنديرو في هاد البواطه هذه، ضروري كنديرو في الثلاجه، حيت انا كناخذ داك النوع اللي كيكون معسل. الا خليتوه يعني برا الثلاجه كيقدر يحماض، من الاحسن ديروه في الثلاجه. صافي هنا دايره عاوتاني واحد الطويصه اخرى، ودايره فيها هكذا شويه ديال الديسير اللي عندي، مهم الحامض، شويه الحامض، لافوكا، هذاك العنب، البرقوق اللي جبت نيت من الدي. صافي هنايا دايره التفاح، على قبل ولدي كيبغيه بارد، كندير عليه غير كميه قليله في الثلاجه، والكميه الاخرى كنخليها برا الثلاجه هي والموز. وهنايا عندي القزبر ومعدنوس، فانا منقياه ودايره هكذا في داك المناديل الورقيه ديال المطبخ، ودايرهم في داك البلاستيك. وصافي هنا الخضيره اللي عندي كي شفتوا مع تقديت غير من الدي، مازال خاصني خضره، ما عنديش خضره كثيره حتى نمشي ان شاء الله لمحلات الدروس وناخذ الخضر. عندي هنايا واحد نص بصله كتشط ليا هكذا، كنديرها في ديك الطويصه. عندي هنايا الماء، وهنايا عندي هاد القرعه هذه ديال فيها الحامض والماء. هذا بالنسبه اللي بغيتو ديروا الريجيم ولا تحيدوا الكرش ولا تنقيو الذات ديالكم بحال الشكل ديال الديتوكس، فهو زوين بزاف تشربوه هكذا في الصباح قبل ما تفطروا. دائما عندي ما كيخطانيش. وصافي عندي هنايا الخل ديال التفاح، المايونيز، عندي الخميره كنديرها حتى هي في الثلاجه، كنحتفظ بها في الثلاجه. وداك المربى ديال المشمش كنت خديته من محلات العرب. وصافي هكذا نظمت الثلاجه ديالي. نتمنى تكون عجبتكم الطريقه. كما قلت لكم راه اشياء بسيطه ممكن تنظموا بها يعني الثلاجه، ماشي ضروري تشريو شي حاجه اللي هي غاليه. فمثلا هنا في امريكا يعني متوفرين يعني شي منظمات اللي هما صراحه غاليين بزاف. ما كنظنش بلا ضروري ناخذ شي حاجه غاليه باش ننظموا، فقط يعني طاسات عاديين ديال دولار تقدر تأدي يعني الشبيكات ولا طاسات ديال دولار ممكن تنظموا بهم الثلاجه ديالكم. كان هذا الفيديو ديال هذا النهار، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه الا كنتو مازال ما مشتركينش. ونخليكم نقول لكم السلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتعليقاتكم اللي دائما كتفرحني كتدعمني. خليكم نقول لكم بسلامه، الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله.